هنعمل مع بعض طريقة السمبوسك. يلا نقول المقادير: 3 كوبايات دقيق، نص كوباية زيت، وكوباية الا ربع مية. ننزل بالزيت على الدقيق، وبعدها انزل بالمية. المية بتكون دافية شوية. في انواع دقيق بتحتاج كوباية كاملة وفي كوباية الا ربع. احنا نجهز معانا كوباية، احتاجناها ما احتاجناهاش يبقى كوباية الا ربع بتاعتنا، المقادير بتاعتنا المظبوطة. ونعجنها واحدة واحدة كده مع بعض. نزل شوية مية كمان. اعجن فيها كويس قوي لحد ما توصل معايا للقوام ده، مش بتلزق وناعمة وطرية جدا بالشكل ده. بصوا بتمط معايا ازاي. ومش بسيبها ترتاح، بشتغل على طول. اخد قطعة عجينة صغيرة جدا، يعني قد اصغر من الليمونة، اصغر شوية من الليمونة. تمام. اخلص الكمية كلها وارجع لكم. كده خلصت الكمية، ومعايا بقى الحشو: سوداني وجوز الهند وزبيب وسكر بودرة وفانيليا. تمام كده. اجيب بولة وانزل بالمكونات كلها مرة واحدة في البولة دي. عندك سكر خشن زي ما هو، مش لازم بودرة، مش مشكلة، عادي بتنفع ده او ده. الزبيب، بعدها جوز الهند، وانزل بالسوداني. السوداني بطحنه كده بيبقى ناعم شوية. بعدها الفانيليا. اقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده، وابتدي باول عجينة انا عملتها وافردها كويس قوي. واحط الحشو في النص، واحاول ابعد خالص عن الحرف عشان يقفل معايا العجينة كويس قوي. واحدة واحدة كده اقفل الحراف ويطلع معايا بالشكل ده. اجيب صينية مدهونة واحط عليها، اعمل واحدة كمان معاكم. بص طريقة ازاي بتتفرد بسرعة ازاي. احط في النص واقفل كويس قوي. واحدة واحدة اضم بس الحرف، مش اكتر من كده. واحدة كمان معاكم.
اضم الحرف على بعض واضغط بايدي واقفل. عجينة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، مكوناتها سهلة قوي. والحلو فيها ان هي بتخلص بسرعة، يعني مش بتقعد تخمر وتستنى وتعملي في ساعتها على طول. اول ما بتعجني بتشتغلي على طول بيها. تمام. خليها تبقى رقيقة شوية عشان لما نيجي نحمرها تبقى تنفش معايا. تمام. اتاكد اهم حاجة من ان انا قفلت كويس قوي الحراف عشان ما تفتحش معايا في الزيت. لو هي تجربة لأول مرة جربي افردي عجينة كده بإيدك وما تحطيش فيها الحشو. جربي القفلات دي، القفلة واحدة واحدة كده بإيدك، هتلاقيها سهلة قوي. خلاص اتمكنتي منها ان انت بقيتي كويسة فيها، ابتدي حطي بقى فيها الحشو، عشان لو باظت وفيها الحشو مش هترجعي تاني تستفادي بالحشو تاني، فحرام. نتعلم في واحدة سادة خالص. تمام. هخلص الكمية بالشكل ده. يلا بينا تعالوا نحمرها. يلا بينا على نار وسط، وأنزل بالعجينة بتاعتي واحدة واحدة. بالمعلقة كده وأعمل بالزيت عليهم عشان العجينة تستوي من تحت ومن فوق معايا. بصوا بتنفش ازاي معايا. طعمها بيبقى تحفة، وكل الأطفال بيحبوها والكبار بصراحة. أعمل في الزيت عليها كده لحد لونها ما يبقى ذهبي خفيف، أبتدي أطلعها، ما استناش لحد ما تغمق قوي. كده حلو قوي ان احنا نطلعها. انا بطلعها على صينية من غير مناديل ولا حاجة عشان تفضل مقرمشة زي ما هي. بعد كده اي شوية زيت زيادة ولا حاجة انا بشيلهم بالمنديل. اعمل معاكوا دور كمان. كده لونهم ذهبي وكويس قوي. اشيل اي اللي هي البواقي اللي بتبقى موجودة في الزيت دي، اشيلها اول باول كده عشان ما تبقاش ايه تحرق في الزيت وتلزق معايا في العجينة. تهيألي دي اسرع حلويات تقدري تعمليها في ثانية. اول لونها ما يتغير ويبقى ذهبي كده بسيط ابتدي اطلع منها. كده لونها كويس قوي.
طلعت معايا بالشكل الجميل ده. صحة وعافية للي جربها. جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا بإذن الله. يا رب يكون عجبتكم.